مساء الخير يا جماعة، شلونكم؟ إن شاء الله اليوم بنسوي مع بعض الكنافة الأصلية مثل الكافيهات والمطاعم. وايد سريعة، وايد سهلة، وأي أحد يقدر يسويها بالبيت بمقادير جدا بسيطة. خل أراويكم المقادير على السريع، وكل شيء موجود بالكابشن بالتفاصيل. قبل أي شيء يا جماعة لازم الكنافة الرفيعة هذه تكون محطوطة بالفريزر عشان نقطعها بالطريقة الصحيحة. وبنفس الوقت يا جماعة نحتاج شو اسمه هذا القي، الفيجيتابل قي اللي هو السمنة. أنا أحب مال المطاحن وايد قوي يا جماعة عشان تعطون لون مميز، لون البرتقالي تقدرون تستخدمون السائل أو البودر على كيفكم. ولازم يا جماعة ماي الورد، راح أقول لكم الماي الورد بنستخدمه بشنو بالنهاية. جبنة موزاريلا النوع هذا الشريدد اللي مقصص بهذه الطريقة، بالإضافة يا جماعة إلى كور الموزاريلا الدائرية الصغيرة، يعطي لذة مو طبيعية. نصيحة مني لكم تضيفون هذا بالوصفة عندكم. راح نحتاج بعد الليمون، راح أقول لكم ليش بالنهاية. وطبعا يا جماعة السكر الأبيض من المكونات الأساسية. والحين خلينا نسويها مع بعض. طبعا يا جماعة راح نحتاج أول شغلة ماعون دائري بهذه الطريقة، يفضل إنه يكون سميك. أي ماعون يقدر يدش الفرن وبنفس الوقت نقدر نحطه على الشولة من غير ما يحترق. ناخذ من القي أو السمنة ونغطيها بالكامل يا جماعة. وناخذ يا جماعة الكنافة اللي تكون مثلجة بالفريزر ونقطعها قطع صغيرة صغيرة. براويكم الحين قطعناها بهالطريقة يا جماعة، والحين بقول لكم شنو راح نسوي الخطوة الجاية. طبعا يا جماعة الحين ناخذ صحن ونحط فيه سمنة. طبعا السمنة تعتمد على عدد أو كمية الكنافة اللي بتسوونها. السمنة والكنافة يا جماعة والجبن طبعا ما له ميجرمنت معين، كله يعتمد على حجم الماعون عندكم. طبعا راح نحطه بهذه الطريقة، وبعدين يا جماعة بنحطه بالمايكروويف، بس ما نبي يذوب بالكامل، نبي نص ذوبان. اوكي. والحين راح اراويكم، بحط كله تصدقون، خل احطه كله مرة واحدة وبالمايكروويف لين يذوب شوية. وبعد ما حطيناه بالمايكروويف بفترة بسيطة يا جماعة، الحين راح نضيف اللون البرتقالي ونحط كمية حلوة من اللون البرتقالي. كل ما تحطون لون أكثر كل ما اللون تماسك أكثر. لا تحطون وايد زيادة عن اللزوم، بس أنا أحب البرتقالي إن الكنافة تكون برتقالية صجية، أحب أحط زيادة. ونخلط على بعض بالقفشة. طبعا يا جماعة خلصنا السمنة مع اللون البرتقالي. الحين شنو بنسوي؟ على عجينة الكنافة بنحط 4 ملاعق من السكر الأبيض. تقدرون تزيدون زيادة يا جماعة إذا حابين إنه يكون حالي بزيادة أكثر. شوي شوي نخلطه بإيدنا، مو وايد، شوي شوي على السريع. بعدين يا جماعة بنحط الخلطة اللي سويناها وبنفرك كل شيء ما يخالف. وبعدين يا جماعة نخلط كل شيء بالإيد. ونصيحة مني لكم، وانتوا تخلطون الكنافة مع السائل واللون البرتقالي تسوونه كذي عشان اللون يطلع ويبرز أكثر. راح أراويكم النتيجة النهائية الحين. طبعا بهالطريقة يا جماعة خلصنا الكنافة وحطيناها بإيدنا لين ما صار لونها برتقالي. لا تحاتون، عقب ما تنطبخ راح تصير أغمج. ناخذ الماعون اللي حطينا في القي ونضيف الكنافة يا جماعة بهذه الطريقة. وضروري جدا يا جماعة وانتوا يعني تفردونها، فردوها على الأجناب بعد عشان براويكم الطريقة شلون. خل أراويكم الحين شلون أفردها 100%. طبعا يا جماعة عقب ما تفردونه اخذوا قلاص وفردوه زيادة بهالطريقة. بعد هالطريقة يا جماعة راح نضيف طبعا أنواع الأجبان اللذيذة من الموزاريلا. الحين يا جماعة أنواع الأجبان بنحط أول شغلة نوع الجبن الموزاريلا المبشور بهذه الطريقة. وبنفس الوقت يا جماعة بنحط شوية من الموزاريلا الدائري، راح يعطي لذة مو طبيعية معاه. حاولوا انكم تحطون دائرة بس في فراغ كذي على الأجناب إنه ما يكون حايشة. راح أقول لكم ليش. طبعا يا جماعة هذا الشكل النهائي. ضفنا الموزاريلا نوعين، المبشور والدائري. لو تلاحظون هني الأطراف يا جماعة، خل أزوم لكم دقيقة. اوكي، شفتوا هني خليت فراغ عشان ما بالجبن يصعد لي فوق. الحين يمكن هذه أصعب حركة بنسويها بس وايد مهمة. تفتحون الشولة، تاخذون الماعون وتحطونه على الشولة وانتم ماسكينه بيدكم تحركونه بشكل دائري لما الجبن كله يذوب. نشيله، ديروا بالكم لا تحرقونه من تحت. خل احطه على الشولة واحركه بطريقة دائرية لما الجبن كله يذوب وارد لكم.
عبالي يا جماعة ما نخلص الكنافة بعلمكم على طريقة الشيرة اللي أنا أسويها بالبيت عندي. أول شغلة راح نحتاج كوبين من السكر، كوب واحد من الماي، ملعقتين كبار من ماي الورد، وملعقتين كبار من عصير الليمون. على النار يا جماعة راح نحط كوبين من السكر مع الماي، نحطه على الشولة لما يا جماعة يذوب. لما يذوب راح أقول لكم شو نسوي. بس كل شيء يذوب على بعضه يا جماعة نشيله من الشولة ونحط ماي الورد بالإضافة إلى عصير الليمون. نرد على الشولة دقيقة تقريبا، نخلط كل شيء ونخليه يرتاح على الجنب لما نخلص الكنافة. وطبعا يا جماعة مثل ما تشوفون الجبن ذا، فشنو بنسوي؟ نحط ماعون كذي ونقلبه بكل بساطة حاليا. تعالوا معاي، يلا بسم الله. ان شاء الله مو محترق بس. بسم الله. وهذا الشكل النهائي يا جماعة بيغمج زيادة عقب ما نحط الشيرة. الحين عقب ما نقلبه اللي لازم تسوونه كالآتي. أول شغلة يا جماعة تفتحون الفرن وتحررونه لأن بنرد نحطه بالفرن. والحين يا جماعة ناخذ الشيرة اللي سويناها ونغرقها كلها بالشيرة لأن بنحطها بالفرن. وليش نحطها بالفرن يا جماعة مع الشيرة؟ نحطها لسبب واحد، ان اول شغله نبيها تتشرب بالكامل. لا تنسون ان الجبن مالح، نبي نكسر الملوحه اللي فيه. فنحط الحين كذي بس. الله الله شنو هالابداع يا جماعه. اهم شيء الاخلاق. اوكي الشكل مو 100% مضبوط، انا الصراحه يعني حاولت، بس تدرون شنو احلى شيء؟ لما تطلع بهالطريقه والله. ونحطها بالفرن يا جماعه تقريبا لما الشيره تتشرب بالكامل، وراويكم النتيجة النهائية بعد ما أزينها بأنواع الفستق. هذه الكنافة يا جماعة أهم شيء الأخلاق، المفروض تكون برتقالية أكثر بس يلا ما يخالف ما يخالف. شوفوا بس أبيكم تشوفون ما شاء الله. شوفوا شوفوا سحبة الجبن عافية، قاعد تشوفون ولا لا؟ شوفوا لازم اصور لكم. شوفوا لا لازم اكل يا جماعة متغرقة جبن، شيرتها لذيذة، لازم اكلها معاكم. بسم الله. شوفوا عافية، شوفوا الجبن ذايب والكنافة من فوق يا جماعة عجيبة. وصفة ضروري تجربونها. تدرون مرة بالاسبوع لازم بالزوارة اسويها. عليكم بالعافية. لا تنسون اللايك والسبسكرايب، وان شاء الله في وصفات جديدة جاية بالطريق.